ملخص دور المجموعات من كأس العالم 2026. هنتكلم النهارده عن ايه اللي حصل في دور المجموعات كله في كأس العالم، وكمان هنبص بصة كده على الدور ال 32 ونتوقع مين هيصعد منه لدور ال 16. فصلي على النبي كده ويلا بينا. في البداية وعندنا المجموعة الأولى، وهي كان فيها المكسيك اللي قدرت إن هي تكتسح الكل في المجموعة بتاعتها، وتقدر إن هي تتصدر المجموعة بتسع نقط بالعلامة الكاملة وبالثلاث ماتشات كلين شيت. مفيش حد قدر ان هو يقف قدامها، وقدرت ان هي تدوس على الكل في المجموعة دي. وبعد كده كمان عندنا شفنا جنوب افريقيا اللي قدرت ان هي تعمل ريمونتادا في المجموعة بعد ما كان اول ماتش كانت من غير اي اداء ومن غير اي شكل، ولكن قدرت فيما بعد ان هي تقدر تكسب وتصعد كمركز تاني وتحقق اربع نقط وتعمل ريمونتادا كده في المجموعة. بعد كده كان عندنا المجموعة التانية اللي قدرت فيها سويسرا، واللي كانت برضو في مجموعة بلد مستضيف، ولكن سويسرا قدرت ان هي تتصدر المجموعة بسبع نقط بعد ما اول ماتش ليها اتعادلت مع قطر بنتيجة مفاجأة 1-1. قطر اللي فيما بعد خسرت من كندا سكور، وخسرت الماتش اللي بعده من البوسنة والهرسك برضو، وتزايلت المجموعة علشان كندا تبقى في المركز التاني والبوسنة والهرسك تبقى في المركز التالت. وسويسرا بعد ما ابتدت المجموعة بشكل مش احسن حاجة، ولكن قدرت ان هي تفنش المجموعة باحسن شكل. بعد كده المجموعة التالتة عندنا اللي كان فيها البرازيل والمغرب. المجموعة اللي فيها البرازيل والمغرب أكلوا كل الفرق اللي كانت معاهم في المجموعة، ومن كتر ما هم مستويات متقاربة تعادلوا مع بعض في أول ماتش كمان عشان الاتنين يتصدروا بسبع نقط. ولكن البرازيل هي اللي في المركز الأول بعد ما أكلت هايتي، وفينيسيوس طلع نار من بقه ومسجل مش فاكر تقريبا 3 أو 4 أهداف في دور المجموعات، وما كناش بنشوف الكلام ده بيحصل في مصر ليه يعني. فطبعا فينيسيوس هو اللي شايل البرازيل وهو اللي بيديهم الزقة، سواء هو وشوية معاه كونيا وشوية معاه برونو جمارايش، كام لعيب كده هم دول اللي عاملين أداء شايل البرازيل. ولكن البرازيل ما كانتش أحسن حاجة، ولكن قدرت إن هي تتصدر المجموعة والمركز التاني يكون المغرب، ويصعدوا هما الاتنين من المجموعة دي. بعد كده المجموعة الرابعة عندنا برضو كانت مجموعة مستضيف، هي مجموعة أمريكا اللي فيها أمريكا قدرت إن هي تكسب أول ماتشين وتضمن صدارة المجموعة، وبالست نقط كانت ضمنت خلاص الصدارة كمان. فطبعا دخلت آخر ماتش بقى مش مهتمة بيه، وكانت في آخر ماتش بتلاعب تركيا. تركيا اللي كانت مفاجأة البطولة دي، اللي ما كسبتش ولا ماتش من أول ماتشين، خسرت من باراجواي وخسرت من أستراليا، ولكن في الاخر بتكسب امريكا علشان يبقى معاها اي 3 نقط يعني يستروا بيها وشهم كده. ولكن ما كانش ليهم اي لازمه، لان باراجواي واستراليا جم اخر ماتش يعني الله اعلم ظبطوا الموضوع سوا وصعدوا هما الاتنين باربع نقط، استراليا مركز تاني وباراجواي مركز تاني. بعد كده عندنا المجموعة الخامسة اللي كان فيها ألمانيا، اللي قدرت برضه إن هي تضمن الصعود كمركز أول بعد أول جولتين بست نقط. والمجموعة دي اللي كان فيها مفاجأة كبيرة جدا من الكوت ديفوار، اللي قدرت ان هي تكسب ست نقط وتصعد هي كمان في المركز الثاني بعد ألمانيا. ومفاجأة تالتة ان الاكوادور بتحقق 4 نقط بس بعد ما اتعادلت مع كوراساو، وضيعت 3 نقط غراب جدا او يعني نقطتين يعني. ولكن تعادل غريب جدا جدا جدا. وشفنا في المجموعة دي الكوت ديفوار كانت قادرة ان هي تكسب ألمانيا في تاني ماتش، قعدت اغلب الماتش كسبانه 1-0، ولكن المانيا عملت ريمونتادا في الاخر وقدرت ان هي تكسب 2-1. وبعد كده المانيا طبعا كانت خلاص ضمنت الصداره فنزلت قدام الاكوادور، ولكن الاكوادور قدرت ان هي تنتصر علشان تحافظ على انها تقدر تصعد حتى كافضل توالي. بعد كده عندنا المجموعه السادسه، وهي مجموعه هولندا اللي قدرت ان هي تضمن فيها الصداره بسبع نقط، وكان معاها كمان اليابان والسويد. اليابان قدرت ان هي تضمن المركز الثاني بعد ما قدرت ان هي، او بمعنى ادق ال3 فرق قدروا ان هم يفوزوا على تونس. فطبعا تونس للاسف كانت عامله كاس عالم سيء جدا، عامله فارق اهداف -10. يعني هي اصلا دخلت اول ماتش قدام اليابان خسرت 5 أو يعني خسرت 5 من السويد باين، وبعد كده خسرت 5 من اليابان، وبعد كده شالت بقى من هولندا 3-1 تقريبا او حاجه زي كده. فيعني مجموعة سيئة جدا 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 من تونس. بعد كده عندنا المجموعة السابعة، وهي مجموعة مصر، المجموعة اللي قدرت فيها بلجيكا تعمل ريمونتادا في آخر جولة، بإن هي بتكسب بنتيجة 5 بتكسب نيوزيلندا.
وبتقدر ان هي بسبب فرق الاهداف بتتصدر المجموعة عشان تروح تلاعب السنغال. الحمد لله ان احنا فلتنا. وفي المركز التاني كان منتخب مصر بالتعادل في النقط، 5 نقط برضو مع بلجيكا. وفي المركز الثالث كان ايران، اللي الحمد لله بعد كل الاحتفالات اللي قعدوا يعملوها قدام منتخب مصر، واللي كمان اتلغى منها الجون التاني يعني، ولكن حتى المركز الثالث ما قدروش ان هم يصعدوا من ضمن احسن توالت. بعد كده عندنا في المجموعة الثامنة مجموعة اسبانيا. اسبانيا قدرت فيها ان هي تتصدر المجموعة بكل اريحية، بسبب ان كل اللي معاها في المجموعة تقريبا كانوا ميتين. كاب فيردي عندنا قدرت ان هي تصعد كأسوأ تواني بثلاث تعادلات، 3 نقط. انت متخيل ان المركز الثاني معاه 3 نقط وصعد؟ ده بسبب ان اوروجواي والسعودية كانوا سيئين للغاية، الاتنين كانوا وحشين قوي قوي قوي، والاتنين روحوا. طبعا مفيش حد هيصعد كأفضل توالد بنقطتين. بعد كده عندنا المجموعة التاسعة كان فيها فرنسا، واللي ب9 نقط وبالعلامة الكاملة برضو بتقدر ان هي تكسب ال3 ماتشات، محدش قادر ان هو يقف قدامها، وما يقدر على القدرة الا ربنا. هجوم كاسح ما شاء الله، امبابي 4 تجوان، والناحية التانية ديمبلي هو كمان 4 تجوان. غير لسه عندك اوليسي وعندك دوي وعندك باركولا وعندك شيركي، يعني القائمة تطول يعني. ففرنسا قدرت ان هي طبعا تصعد بالعلامة الكاملة بعد ما دخلوا اخر ماتش قدام النرويج. النرويج اللي كانت مسلمة خالص ان هي كده كده احنا مش هنقدر نكسب، فنريح بقى اللعيبة علشان الماتش اللي عندنا في الدور ال 32. فالنرويج كانت داخله اخر ماتش مريحه الاثنين المهاجمين هالاند وسورلوس، ومريحه اوديجارد، ومريحه الحارس، ومريحه ناس في خط الدفاع، وكانوا مسلمين ان هم كده كده هيصعدوا مركز تاني، وكده كده مش هيقدروا يعملوا حاجه مع فرنسا، فخلاص بقى ليه نحرق ونتعب نفسنا. والناحيه التانيه السنغال برضو قدرت ان هي تكسب اخر ماتش قدام العراق علشان تقدر ان هي تاخد بطاقه الصعود كافضل توالد. وجت في ماتش العراق قدرت ان هي تسجل فيه اهداف كتير، وهو ده اللي انقذها عشان تقدر ان هي تصعد حتى من احسن توالد. بعد كده عندنا المجموعة العاشرة، واللي هي كانت مجموعة الأرجنتين، اللي برضو فيها الأرجنتين قدرت إن هي تكسب كل الفرق اللي معاها وتكتسح. ميسي داخل المجموعة داخل جايب مش عارف 6 أهداف باين، وقدر إن هو ياخد الهداف التاريخي لكأس العالم، وكسر رقم كلوزة. ولكن في انتظار إن مبابي إن شاء الله يكسر رقم ميسي في الهداف التاريخي كأس العالم. ولكن الأرجنتين مش عاملة أداء حلو، تمام. ولكن الاداءات اللي معاها في المجموعه هي اللي منتخبات ضعيفه، سواء الجزائر او الاردن او النمسا، ال3 منتخبات ما كانوش في احسن حاله. والجزائر في اخر ماتش بتخش بتتعادل مع النمسا، علشان الجزائر اللي كانت كسبانه، وبعد كده النمسا تتعادل، بعد كده الجزائر تسجل هدف ال3-2 علشان تكتشف ان هي كده هتلاعب اسبانيا، فما يبقوش يحتفلوا قوي بالهدف وكده، ولكن النمسا تسجل هدف التعادل ال3-3 عشان الجزائر تحتفل بالهدف اللي دخل فيها اكتر ما احتفلت بالهدف بتاعها. لان كده النمسا هتروح هي تلاعب اسبانيا، والجزائر هتروح في ناحية سويسرا. بعد كده عندنا المجموعة ال11، واللي كانت بتضم كولومبيا، اللي قدرت ان هي تتصدر المجموعة ب7 نقط بعد تعادل في الماتش الاخير مع البرتغال. البرتغال اللي داخله الماتش انا مش فاهم، هل انتوا داخلين عاجبكم قوي التعادل كده؟ ماتش اخير ما بين البرتغال وكولومبيا معفن يعني، انا ندمان ان انا سهرت اتفرجت على ماتش زي ده. ماتش سيء سيء سيء. الاكس جي بتاع البرتغال 6/10 تقريبا، وال6/10 ده بسبب ان في كورة كانت حوالي 24%. فيعني ال6/10 دول كلهم تقريبا من يعني نصهم من كورة واحدة. فأداء سيء قوي من البرتغال. اتعادلت أول ماتش مع الكونغو، واتعادلت آخر ماتش مع كولومبيا. لولا أوزبكستان انت كان زمانك طالع من المجموعة دي بفضيحة يعني. فأنا مش فاهم البرتغال ناوية تروح لحد فين، أو ناوية تعمل إيه يعني. غريب جدا، ومش أداء فريق عايز يكسب كأس عالم أبدا. بعد كده عندك الكونغو بتقدر ان هي تصعد من ضمن احسن توالد بسبب وجود فريق زي اوزبكستان، اللي قدر ان هو يتعبى فيه جوان كتير جدا من ال3 فرق في المجموعه. والمجموعه الاخيره عندنا وهي مجموعه انجلترا. انجلترا اللي قدرت ان هي تتصدر المجموعه ب7 نقط، والمركز الثاني كان كرواتيا ب6 نقط. والمجموعه دي غانا قدرت فيها ان هي تعمل مفاجاه وتصعد من ضمن احسن توالد. ولكن المفاجاه ما كانتش في كده، المفاجاه ان هم قدروا ان هم ياخدوا نقطه غاليه جدا من انجلترا. النقطة دي قدرت إن هي تساعدهم في الصعود كأفضل توالد ب4 نقط، وقدرت إن هي تدخلهم الخناقة دي وتخليهم يكسبوا فيها كمان.
ونروح بقى لماتشات دور ال 32. واول ماتش عندنا هيكون ما بين المانيا وباراجواي. الماتش اللي هيكون توقعي هيبقى صعود سهل جدا لالمانيا، وتخش على المرحله اللي بعدها وهيكون صعود سهل قدام باراجواي. بعد كده عندنا ماتش ما بين فرنسا والسويد. برضو شفنا السويد كانت بتعاني شويه في مجموعتها وصاعده من ضمن احسن توالد، وفرنسا يعني حتى الان ما شاء الله بيطلعوا نار من بقهم، فعدي عدي وفرنسا هتصعد للدور اللي بعده. بعد كده عندنا جنوب افريقيا هتلاعب كندا، الفرقتين اللي ما كانوش عاملين اداء كويس في مجموعاتهم سواء جنوب افريقيا او سواء كندا، ولكن الزقه بتاعت الدوله المستضيفه دي هتخلي كندا تقدر ان هي تزق سنه كمان قدام جنوب افريقيا وتصعد هي. بعد كده عندنا ماتش قوي جدا ما بين هولندا والمغرب. هولندا اللي جايه كاس العالم ده بتشكيلة حلوة وخط دفاع جامد جدا، خط نص حلو وخط هجوم حلو، وبروبي جايب أداء حلو قوي في البطولة السنة دي. فحاسس ان للأسف هولندا هي اللي هتقدر تصعد قدام المغرب. بعد كده عندنا ماتش ما بين البرتغال وكرواتيا، الماتش اللي هيخلي كأس العالم كله يلعب 120 دقيقة من بعد كده. ماتش هيكون ما بين البرتغال وكرواتيا، الفرقتين مش أحسن حاجة، البرتغال أداء سيء للغاية، ولكن يعني توقعي إن البرتغال مش هتخرج من دلوقتي وتقدر إن هي تزق الزقة دي وتصعد قدام كرواتيا، عشان يبقى اللي هيصعد منهم هيلاعب الكسبان ما بين اسبانيا والنمسا، واللي في توقعي هيكون صعود سهل جدا لاسبانيا حتى بعد اصابة نيكو ويليامز، ولكن لسه برضو مش النمسا هي اللي تقدر تقف قدام اسبانيا. بعد كده عندنا ماتشات بقى اليوروبا ليج. عندنا امريكا هتلاعب البوسنة والهرسك، وحاسس من اداء امريكا في المجموعة كانت عاملة اداء كويس، قدرت ان هي تتصدر مجموعتها وتحسمها من بدري قوي، فامريكا للدور اللي بعده وهتقدر ان هي تكسب البوسنة. بعد كده عندنا الماتش اللي هربنا منه الحمد لله، ماتش ما بين بلجيكا والسنغال، والانتقام من السنغال وبلجيكا هتصعد لدور ال 16. بعد كده عندنا الماتش الانمي، ماتش ما بين البرازيل واليابان. الماتش اللي فيه اليابان هتكون قادره ان هي تعمل اداء حلو جدا، ولكن توقعي البرازيل مش قويه قوي، ولكن معاها فينيسيوس جونيور بتاع انشيلوتي، فعامل اداء حلو وعامل حاله في المنتخب وقادر ان هو يشيل المنتخب على كتفه وقادر ان هو يمشي بيه كتير، فحس ان البرازيل هي اللي هتقدر تصعد قدام اليابان. بعد كده عندنا ماتش ما بين الكوت ديفوار والنرويج، وللاسف اداء الكوت ديفوار العالمي هيتوقف لحد هنا، والنرويج هتقدر ان هي تصعد هي للدور ال 16. وبعد كده عندنا ماتش ما بين المكسيك والاكوادور، ماتش امريكا الشماليه كده وامريكا الجنوبيه، ولكن احساسي ان المكسيك هتكمل الاداء الحلو بتاعها وتقدر ان هي تصعد لدور ال 16. وبعد كده عندنا ماتش كمان ما بين انجلترا والكونغو الديمقراطيه، احساسي ان برضو الكونغو ادائها حلو قوي لحد كده، وانجلترا هتقدر ان هي تكتسح الكونغو وتصعد للدور ال 16. والارجنتين هتبدا بقى رحله اكتشاف دوره حوض النيل اللي هي بتلعب فيها دي، والارجنتين هتلاعب اول فريق الراس الاخضر، وتوقعي ان هي هتقدر ان هي تكسب بسهوله جدا وتصعد لدور ال 16. عشان تبقى هتلاعب الكسبان ما بين استراليا ومصر. ماتش هيكون يعني صعب شويه على مصر، ولكن ان شاء الله تقدر ان هي تكسبه علشان الارجنتين تكمل بقى كيكا، سواء مصر او استراليا هتقدر ان هي تصعد من الاتنين يعني. ولسه مكملين في الناحية بتاعة الأرجنتين، هيكون في ماتش ما بين سويسرا والجزائر، وتوقعي إن سويسرا هتقدر إن هي تصعد من الماتش ده وهي اللي تروح لدور ال 16، ورحلة الجزائر هتقف عند كده. واخر ماتش معانا وهو ماتش ما بين كولومبيا وغانا. توقعي شخصي ان برضو غانا مفاجأتها هتقف لحد هنا، وكولومبيا هي اللي هتقدر تكسب الماتش ده وتقدر تصعد هي لدور ال 16. وبس كده، كده كان كل اللي في فيديو النهارده، وده اللي كان في الدور ال 32. شفنا كده ايه اللي حصل في دور المجموعات، شفنا ايه اللي حصل او ايه التوقعات لدور ال 32 ومين هيصعد لدور ال 16. هيبقى في ماتشات جامده قوي قوي، وفي نهائي مبكر ما بين المانيا وفرنسا، فيبقى في ماتشات حلوه قوي. تابع معانا كده عشان نعمل كل جديد وكل فيديو عن كل دور. وبس كان كل فيديو النهارده، اعمل لايك وفولو وصلي على النبي، وسلام.